بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد. البارحة كلنا تألمنا بابن المسلمين ريان المغربي، فنعزي أنفسنا ونعزي أهل المغرب. رحم الله ريان المغربي وأسكنه فسيح جناته، اللهم آمين. ثم سأعلق بتعليق يسير. أولا، ما مصير أطفال المسلمين؟ أجمع أهل السنة والجماعة على أن أطفال المسلمين في الجنة. الله أكبر. نقل الإجماع ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وقبل ذلك قال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه: لا يختلف فيهم أو لا يختلف فيهم أنهم من أهل الجنة. وقال كذلك الإمام أحمد: من يشك أن أولاد المسلمين في الجنة. وقال النووي: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة لأنه ليس مكلفا. ثم أقول: هل تعلمون أن أطفال المؤمنين في عالم البرزخ أين يكونوا؟ اسمع هذه الإشارة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطفال المؤمنين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يردهم إلى آبائهم يوم القيامة. الله أكبر. يكفلهم إبراهيم وسارة، إبراهيم وزوجته سارة هم في عالم البرزخ، يكون عند مين؟ عند إبراهيم أبونا عليه السلام، حتى يردهم، حتى يرجعهم يوم القيامة إلى آبائهم. الله أكبر. ايش تبغى أكثر من كذا؟ أما بالنسبة للأب والأم فهذه بشارة لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذه البشارة الأولى، بس لا، في بشارة ثانية. اسمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الله أكبر. يعني فاز الإنسان بالجنة وفاز كذلك ببيت في الجنة اسمه بيت الحمد. ثم أقول: إحنا المسلمين بعد هذه الحادثة انتبهنا لأشياء كثير. أول حاجة الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقدر خيره وشره. شوف، النبي عليه الصلاة والسلام أفضل مخلوق خلقه الله عز وجل. زوجة النبي عليه الصلاة والسلام اتهمت رضي الله عنها وأرضاها وحاشاها عليها السلام ورضي الله عنها، اتهمت. الله عز وجل أنزل في كتابه العظيم هذه الآية المباركة. قال الله سبحانه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. سبحان الله، احنا البشر عندنا جهل، ما نعرف حتى في الاشياء المحسوسة تخفى علينا، فالله عز وجل له الحكمة البالغة. انت دائما انسب الجهل لنفسك. كثير من المسلمين يقرؤون في الاسبوع سورة الكهف. قال الله عز وجل: فانطلقا، يعني موسى والخضر عليهما السلام، فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، يعني الخضر. قال، أي موسى عليه السلام، قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. استنكر ذلك موسى عليه الصلاة والسلام. ماذا قال الخضر؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. إحنا ما نعرف إيش الحكمة. الله عز وجل له الحكمة البالغة سبحانه وتبارك وتعالى يا جماعة. كذلك حتى تهدأ النفس لابد أن تؤمن بالقدر خيره وشره. الله عز وجل قال في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال أهل العلم أو فريق من أهل العلم أن الحياة الطيبة في هذه الآية حياة القلوب، الإيمان بالقضاء والرضا بذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه لما آذوه أعداؤه قال: ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي في قلبي، أنا جنتي في قلبي. ومهم جدا أنك تؤمن بالقدر خيره وشره. ابن عمر رضي الله عنهما لما جاءه أحد من الناس فقال: يا ابن عمر، إن قوما يقولون بأنهم لا يؤمنون بالقدر. فقال: قل لهم أني بريء منهم وهم براء مني. فلا بد أن تؤمن بالقدر خيره وشره حتى تهدأ هذه النفس وتطمئن هذه النفس. الشيء الثاني، تنبهنا لأمر تكاتف المسلمين. في ال5 الأيام اللي مضت أو 6 الأيام اللي مضت كيف الناس تعاطفت. شفنا كيف المسلمين تألموا، حتى لما أمس مات الطفل وكأن كل بيت مسلم مات له طفل. سبحان الله، في كل عائلة مسلمة البارح كأنه مات لها طفل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم
وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك أصابعه الشريفة عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يظلمه. الأمر الثالث نبهنا إلى أمر، وهو أن الله عز وجل يبدل من حال إلى حال. أمس لما طلع كلنا فرحنا، كلنا استانسنا، كلنا يعني طرنا من الفرح في تقريبا دقائق يسيرة، إلا كلنا حزنا وصب فينا الحزن والهم وتقطعت قلوبنا. قال الله عز وجل: وأنه هو أضحك وأبكى. سبحانه. وهنا نعرف أنه لا بلاء يدوم ولا فرح يدوم. قال الله سبحانه: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ممكن الحين أنت حزين، في غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، من حزن إلى سرور، ومن سرور إلى حزن، ما تدري. فكن مع الله عز وجل دائما وأبدا، وأبشر بالخير. الأمر الرابع اللي انتبهنا فيه، شفنا اجتماع الأمة على أنهم يبغون ينقذون هذا الطفل المغربي رحمة الله تعالى عليه، ريان حبيب المسلمين، يبغون يساعدون هذا الطفل، وكان عندنا الأسباب، لكن إذا لم يشاء الله والله لن نستطيع مهما فعلنا. وهذا درس عظيم، وهذا الحديث الذي سأقوله الآن احفظه، والله الحديث هذا يحفر في القلب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. كتب الله عز وجل مقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم. أسأل الله عز وجل أن يرحم موتى المسلمين جميعا. والسلام عليكم.